يجب محاسبة هادي العامري لغيابه الطويل عن مجلس النواب. صح. صح. نعم. هناك دستور وهناك قانون، أي واحد يتغيب يجب أنه يحاسب بغض النظر. هذا العامري يجب أن يحاسب لغيابه عن مجلس النواب. نعم، وفق القانون، وفق الدستور. لو هي يعني غير شيء، لا وفق الدستور. نعم. منو جاي يقاتل الآن ويقود قوات الحشد الشعبي وصلاح الدين؟ بغض النظر. لا. أنت لا لازم، إذا هنا يجب ما يكون عنده منصبين. أنت ما يصير واحد يعني يقاتل. لا معاك. احنا قانون. لا قانون معاك قانون. إذا هو أنت تفرغه يجب أن يتفرغ ويأخذ منصب. والله معك. إيه؟ والله طبعا. معك. والله معك. نعم. إنه غائب ويجب إنه من يزيد عدد غياباته لازم ينفصل ومجلس النواب يصوت عليه. نعم. معك دستور وقانون. جيد. طيب بعد بس قدام اللي يسوي هذا العامري الآن ماكو تغاضي عن هذا الموضوع؟ في وقت تغاضيتوا كنواب عن ناس كانت قاعده بعمان وتستلم راتب وما تداوم، ناس قاعده ببيروت تستلم. مو النواب تغاضوا. لا اجيب لك اسماء. لا لا تجيب لي اسماء. لا اجيب لك اسماء. انا ما يحتاج تجيب لي اسماء. بس انا جاي اقول لك النواب ما لهم دخل. اكو هناك رئاسه هيئه رئاسه. اكو ناس جايه تجمع تواقيع تريد الدين هادي العامري لان ما جاي يداوم مجلس النواب. نعم. طيب هادي العامري معروف جاي يسوي وجاي يقود حاليا. طيب هذا الموقف ما شفناه مثلا، وارد احكي اسماء، ما شفناه الدكتور اياد علاوي اللي ما حضر الا يمكن جلسه لو جلستين خلال الدوره الماضيه. لا مو هذا ما شفناه ويا الان ويا احمد العلواني من قاعد بساحات الاعتصام وجمعتوا عليه تواقيع. طيب عندكم اسباب انه تغاضيتوا عن الدكتور اياد، تغاضيتوا عن احمد العلواني، تغاضيتوا عن كثير من الاسماء اللي ما تحضرني الان، ما جمعتوا تواقيع عنها لاسباب ما ممكن مقارنتها بالسبب اللي موجود بهذا العامر الان في صلاح الدين. هذا العامر الان جاي يحرر مناطقهم ويجمعون على تواقيع تردون. حتى جاوبك. بالنسبه الى اياد علاوي رؤساء اللي هم الكتل السياسيه، هؤلاء لهم الحريه في الدوام، يعني ما ملزم ان يداوم يوميا. هذه يعني موجوده في مفاهيم مجلس النواب العراقي. اما بالنسبه إلى أحمد العلواني، نعم هناك طرحت حقيقة في مجلس النواب كثير من الطروحات أنه يجب أن يحاسب. الحساب أنه هو هناك نوع الحساب اللي يتحاسبه هو تقطع رواتبه اللي ياخذها، وإذا تجاوز ممكن قد كان يكون عنده تقارير طبية أيضا. هذه تشفع في بعض النواب يتغيب بس يجيب تقرير طبي وهو خارج العراق، يجيب تقارير طبية مجلس النواب. بس الان هذا العامري مطلوب انه يبرر سبب غيابه عن مجلس النواب. لا اكيد لازم مطلوب انه يبرر. نعم. كل هذا مو مقنع. لا بغض النظر انا اتكلم قانون. كل مقنع ما مقنع احنا نتكلم بالقانون. القانون يسمح له المفروض يتفرغ رسميا من هذا المنصب الى منصب اخر. مره اخرى ليش ما تغاضيتوا عن الموضوع في هذا الظرف بالتحديد؟ في ظل الاجواء اللي انت تعتقد قبل شويه أنا بالنسبه لي اقول لك قانون. لا تعتقد قبل قليل بانه الاجواء مساعده على اعاده اللحمه الوطنيه. كل هذا ما دفعكم ان تتغاضون على هيك موضوع؟ اللحمه الوطنيه شيء وهذا عمل شيء اخر. انت الان عضو في مجلس نواب، مفروض انه تكون موجود في مجلس النواب وتساهم في اعداد القوانين والمشروعات اللي تخص مجلس النواب، وفي ايام الاوقات اللي عندك فيها مجال ممكن تروح. زين انت شلون تشكر واحد متجاوز على القانون مثل هذا العامري؟ لا انا قلت لك شكرت انت وشكرت الحشد الشعبي. انا ما شكرتك كشخص. انا شكرت ما تشكره يعني. انا ما شكرت كشخص. انا شكرت بصوره عامه الحشد الشعبي. بصوره عامه الحشد الشعبي والدور اللي يقوم فيه. اذا لا شكر لهذا العامري لانه متجاوز على القانون وغايب عن المجلس. يلا اي نعم. نعم.